بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والنقابات التعليمية الرئيسة، أبدى التنسيق الوطني لقطاع التعليم استياء من محتوى الاتفاق، معتبرا أنه لا يتناسب مع توقعات شغيلة التعليمية. في تصريحات لأحد أعضاء التنسيق الوطني عبد الله أغميمط، أوضح أن الاتفاق لم يتناول بشكل كافي القضايا الفنية، ما يجعله غير كافي للتعامل بفعالية مع هذه القضية. وأكد أغميمط أن الاتفاق الحالي لا يرقى إلى توقعات الأساتذة، ولم يعالج مطالب الشغيلة التعليمية بشكل جوهري، وشدد على استمرار الأزمة التعليمية حيث لم يتم التطرق إلى عدة ملفات مهمة، بما في ذلك ملف التعاقد وملف الخارج عن السلم، بالإضافة إلى قضية الزنزانة رقم 10. وأشار إلى أن الإضرابات ما زالت مستمرة نتيجة لعدم استجابة الحكومة لمطالب المحددة والجوهرية التي ينادي بها أفراد الشغيلة التعليمية. من ناحية أخرى، أكد عبد الرزاق إدريسي الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الاتفاق الناتج عن لقاء رئيس الحكومة مع النقابات لا يعكس موقف الجماعة الوطنية للتعليم، وأكد استمرار تنفيذ البرنامج النضالي في الفترة المقبلة.